السلام عليكم مشاهدين قناة بوز بالدارجة. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة. اي واحد شاف هذا الفيديو ودار اللايك الله يعطيه ما يتمنى في حياته، والله يعطيه شي حاجة ان شاء الله يا ربي. ديروا لايكات الاخوان، جمجموا فضلا وليس امرا. شيماء اللي صرفقات القايد قال لك اسيدي كيقلبوا على الفيديو الاصلي. المهم انا غادي نحط لكم هذا الفيديو الاخواني والاخوات، راه ما تقطع منه والو. المهم تبعوا معايا هذا الفيديو حتى الاخر الاخواني والاخوات، ونشوفوا شكون الظالم وشكون المظلوم. المتابعة تنصبت على إهانة موظف عمومي أثناء القيام بمهامه، جنحة العصيان، وأيضا العنف والمشاركة بالنسبة للمتهمين الأربعة. خلال الجلسة تقدمنا بطلب الصراح لفائدة شيماء المتهمة في هذا الملف، إلى جانب الزوج ديالها والشقيق ديالها وأحد المتهمين الآخرين. كما قلت المتابعة نصبت على العصيان، العنف ضد موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه والمشاركة في ذلك. طبعا مناقشه الموضوع غادي تكون في الجلسه المقبله، ربما غادي نتقدموا ان شاء الله ببعض الطلبات، منها تفريغ الهواتف النقاله، لانه كيتضح لنا من خلال الاوراق ديال القضيه على انه تم الاكتفاء فقط باللقطه اللي كلكم طلعتوا عليها من خلال النشر على مواقع التواصل، اللقطه اللي كتبدو فيها المتهمه وهي كتقوم بهذيك الصفعه ديال القيد، الا انه شرحنا للمحكمه على انه لا بد من استحضار يعني اللقطات السابقه او التسجيل ديال الواقعه برمتها، لانه كيتضح انه كاين توضيب وتقطيع اللقطه، الامر الذي جعل يعني الراي العام يتفاعل مع هذه القضيه وبالتالي كيتحامل على المتهمه. اكثر من ذلك لاحظنا بعض الخروقات اللي غادي تبسط ان شاء الله في النقاش، منها ان السيد القائد ولو ان عنده الصفه الضبطيه ليس من حقه ادبيا وفي اطار الحياد انه يدير هو التقرير ديالو او يدير المعاينه. لاحظنا هو اللي دار المعاينه، ما يمكنش الضحيه يكون خصم وحكم في نفس الوقت، يعني كيدير معاينه على انه تعرض للعنف من قبل المتهمين في الوقت اللي كان خاص ينتدب الضابط القضائي لتجري المعاينه، وحتى الهواتف النقاله اللي تم حجزها من الموكلين ديالنا بما فيها الهواتف ديال المتهمه وايضا باقي المتهمين. كان من الضروري تفريغ هذه الهواتف لنقف على الحقيقه وما ننظروش للكاس فقط، ننظروا للكاس برمته، ما نشوفوش غير الجزء الظاهر في هذه القضيه، وانما ننظروا للقضيه في شموليتها ونشوفوا يعني الاستفزاز اللي تمارس، لان حس السلعه خارج الضوابط القانونيه ممكن الا تجلب هذا الشيء، وهذا الشيء حنا كنشوفوه يعني في اي سياق قانوني كيتم حجز ديال السلع ديال عباد الله بهذا الشكل من السلطات المحليه. هذا هو الامر اللي جعل تصرح امام الضابط القضائي انها تعرضت للعنف، وايضا الاسقاط ديال الهاتف النقال ديالها كانت رده الفعل ديالها بهذا الشكل. البحث كان قصير، لم يستمع للسيد القائد ايضا، باعتبار انه انا شخصيا ما حضرش للتقديم امام السيد وكيل الملك، لانه لو حضرت كان خصني نطلب فحص طبي على هذه السيده وايضا على الزوج ديالها اللي كان كيتعرض للعنف، وكانت هي كتلتقط وكتصور هذا المشهد. لذلك تدخل السيد القائد من اجل يعني يقطع هذيك العمليه ديال التسجيل، وهنا كتقول عنفها، وبالتالي كان رد الفعل ديالها هو هذا، كان رد فعل طبيعي. انا ماشي كنشجعها، ولكن كنقول انه كيرد الفعل، كاين فعل وكيرد الفعل. فاذا البحث خاص يكون شامل، نشوفوا التصرفات اللي وقعت من قبل السيد القائد واللي ادت لهذا الشنآن او هذا الاشتداد او هذا النوع من الشد والجذب بين الاطراف، ونشوفوا الهواتف النقاله شنو كتضمن، لانه علاش غادي نحجزوها وما غاديش نفرغوها، غنفرغوا هذيك اللقطه ديال الصفعه، سنفرغوا الهواتف باكملها. وايضا يتم الاستماع للسيد القائد باعتباره هو الاخر اصبح مشتكى به، لانه كتقول عرض للعنف، الزوج ديالها تعرض للعنف من قبل رجال، من قبل الاعوان ديال السلطه او المخازنيه، وبالتالي كان البحث رغم ان الدفاع التام استعماق البحث ما تمش الاستجابه للطلب، كان الامر يقتضي عرضها على فحص طبي من اجل تمكينها هي الاخرى والزوج ديالها من الشواهد الطبيه. بهذا الشكل غيكون البحث حيادي وغيكون تعطى لكل ذي حق حقه، بالشكل اللي كنشوف دابا انا الان بانه السياق مشى في اطار يعني ديال اتهامها هي والزوج ديالها والاخ ديالها وواحد شخص اخر، دون الاستماع لبقيه الاطراف ودون ان يكون هناك بحث محمق وبحث حيادي. لانه الا كان السيد القائد عنده الصفه الضبطيه، فلما كيتعرض هو لواحد الاعتداء، هو الامر اللي ماشي كنشجعوا عليه، وانما هذا امر نرفضه جميعا. ولكن الى حدث وهذا امر عادي ديال الريسك ديال المهنه، الى وقع او ديال الوظيفه، الى وقع هذا الشيء فمن الضروري انه يرفع يده على القضيه ويخلي الضابط القضائي يدير واحد البحث معمق. بالنسبه للاخبار ان العائله او الاخ ديال المعتق قال انه الزوجه حامل. انا ما عارفش واش حامل، انا مازال غندير لهم مخابره في السجن، زياره في السجن باش نتخابر معهم، ما فرازيش الواقع ديال الحمل. ولكن تيظهر لي انه من خلال المتابعه من المحكمه مثلوا بشكل عادي. كنتوا كتشوفوا الحاله ديالهم بلا شك انهم متالمين، لانهم ما كانوش كيتصوروا في هذا الشهر الفضيل، حنا على مقربه من العيد، انهم يكونوا في السجن، خاصه ان الامر ربما لو تستعملت فيه واحد النوع من الحكمه ونوع من الحوار ربما ما كانش الامور تطور الى هذا الحد، الى حين اعتقال المراه او مع الزوج ديالها والاخ ديالها. التشهير اللي تعرضوا ليه، التشهير اللي تعرضوا ليه، التشهير خاصناش من التشهير يعني بنشر الفيديو، خاص الناس تفهم بانه ما يمكنش لك تشوف
يعني تشوف غير المقدمه، تشوف غير واحد الجزء من الكاس الفارغ. خاصك تشوف حتى الجزء الممتلئ، تشوف الجزء الممتلئ والجزء الفارغ. يعني حنا شفنا واحد اللقطه، ولا كان ديك اللقطه الظروف ديال التصوير ديالها ان ديك اللقطه تم التصرف فيها، تم تقطيعها، فيمكنش لينا نحكموا على ديك السيده انها واحد السيده متغطرسه تهجمت على القيد بواحد الشكل اللي هو سادي، وانما نشوفوا الاسباب والمسببات. الا كانت هذه السيده تعرضت هي الاخرى للعنف، وهذا ما تذكروا في محضر الضابطه القضائيه، شي ما جبتوش انا من عندي، ذكرت في محضر الضابطه القضائيه انها كانت ضحيه عنف، وبالتالي كان من الضروري استقصاء الحقيقه، فتح بحث قضائي معمق، فتح موازي عن طريق وزاره الداخليه من اجل الوصول الى الاسباب والمسببات، لان كاين هناك قواعد قانون يجب ان تحترم، كاين قواعد سلوك عامه يجب ان تحترم في التعامل مع المواطن. انت تاجلت 3 4 ان شاء الله لمناقشه الملف. ما كاينش شي قانون ما كاينش هذا سميتو هذا سميتو قانون ولا شادينو خليتو تقرا كاين اسرار ما كاينش شي قانون الجمعيه اللي بيرو باش السوا زايد الجمعيه اللي بيرو قلتو على اساس باش انني نهضر معاه نقول له هذاك ماشي اسلوب، ماشي اسلوب حضاري باش انك تهجم على الحاج البيرو. بالنسبه للحج انا ما عندي ما ندير به. بالنسبه للحج السلعه اللي كناخذوها كتحجز، شوف السلعه اللي كتحجز كنديروا بها محضر وكتصيفط له فيها المختصه، ما تقوليش عطيني السلعه وعطيني المحضر، ما كاينش عطيني المحضر عطيني السلعه، كل واحد يتحمل مسؤوليته. اي فعل كل واحد يتحمل مسؤوليته. لا سيري بحالك، سيري بحالك، ما تهضريش ما تهضريش، ما عندكش الحق، سيري بحالك. اللي دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته. هذا القانون تهجمتي عليا وجبت العائله ديالي كامله وكتهجموا علينا في المقاطعه، تهجمتوا علينا شهاده الجامع. اخويا القانون انا ما غنمشي معاك حتى شي حاجه، ما نمشيش ليا، ما نضربك ما الحد. انا والله تمشي معاك القانون ما تحكم معاك والله. لا دخلني القوات المساعده صحاب، ما تخلينيش القوات المساعده ماشي ضابطه قضائيه، ما عندكش مصيفه ديال الخط الرسمي، ما عندكش كاع حتى تشدي كاع، ماشي غنمشي ندير فرار ولا ما نهجم عليه ولا نمشي نشد له، فهمتي ولا لا؟ البوليس عندهم ضابطه قضائيه، عنده حق باش يعمر محضر، قايد هو عنده يوطنو عنده حق يعمر محضر، ولكن القوات المساعده يدخلني يضربني لداخل ما كايناش هذا كاع. كما شفتوا الاخوان والاخوات وكما سمعتوا شنو قال المحامي ديال شيماء. بالنسبه للفيديو يعني كيبين باللي راه هي كانت كتصور وهو طيح ليها الهاتف وهي صرفقاته. المهم شنو واقع قبل الله اعلم. المهم الاخوان والاخوات هذا الفيديو يعني درناه بالعرض البطيء يعني باش نشوفوا بشويه شنو واقع، يعني اعاده الجريمه الاخوان والاخوات. المهم ديروا اللايكات والسلام عليكم ورحمه الله.